السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل بقى سمك المكرونة بطريقة حلوة قوي قوي. يعني تحسي كده ان هو يعني كريسبي كده. او زي كنتاكي تحسي شفتي كنتاكي، تحسي ان هي السمكة كده مدياكي على كنتاكي كده، بجد طعمه حلو قوي. كمان الخلطة اللي احنا هنحطها على الوش دي. يلا اقول لكم بقى عملنا المقادير دي ازاي. اول حاجة بقى عندي الكبة، هنحط فيها معايا قرن فلفل رومي صغير، وقرن فلفل حامي، نص بصلايه، نص ليمونه مقطعاها قطع صغيره كده بقشرها، الليمون بقشره، ناخد نص ليمونيه، هنحطها في الكبه ونفرمها بقى فرم ناعم خالص. تمام كده. طبعا انا هنا عشان عندي توم مفروم، فانا لسه هزود توم مفروم. بس انت لو ما عندكيش توم مفروم جاهز، حطي هنا 3 فصوص توم صحيح كده، فرميهم مع المكونات دي. بعد كده بعد ما فرمتهم احط الملح ومعلقه كبيره كزبره، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره 7 بهارات، ومعلقه صغيره كمان من الكمون. تمام كده. وهعصر كمان نص ليمونه. هقلب المكونات دي كلها كده مع بعضها. وبعد كده هزود بقى الثوم المفروم بتاعي. انا عندي الثوم مفروم جاهز، فحطيت معلقه ثوم مفروم. ما عندكيش حطي وانت بتفرمي في الكبه 3 فصوص. بعد كده هنزل بقى بالتتبيله دي. طبعا غسله السمك المكرونه كويس ومنضفاه. هحط بقى التتبيله جواه في بطنه وعليه كده من فوق. وبعد كده بقى هسيب السمك بتاعي لو عايزه تسيبيه شويه متبل تمام، مش عايزه خلاص لي على كده على طول. وسبت شويه من التتبيله بقى لبعد تحمير السمك. عندي بقى الخلطه التانية الكفر بتاع السمك. نص كوبايه من الدقيق، عليهم معلقه نشا كبيره، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه كزبره صغيره، معلقه 7 بهارات صغيره، نص معلقه من الفلفل الاسود، معلقه كمون صغيره. طبعا رشة ملح خفيفة كده عشان احنا في التتبيلة فيها ملح. واحط كمان مية كده لحد ما يبقى الخليط زي خليط عجينة القرنبيط كده. تمام. هفضل ازود ميه لحد ما يبقى الخليط كده. هحطه بقى ازوده على السمك المكرونه بتاعي كده. وهقلب السمك بالخليط ده حلو قوي. وبعد كده بقى الكفر التاني. معايا بقى كوباية دقيق، وعليهم معلقة من الكاري، وعليهم كمان ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ومش هحط ملح تاني خلاص بقى. وهقلب المكونات دي كلها كده مع بعضها. ويلا بقى نعمل الكفر بتاع السمك. هجيب السمكة بقى بتاعتي، هحطها بقى في الدقيق واقلبها معايا كده. هعمل بقى الكمية بتاعتي بتاعت السمك كلها. وهحط الزيت على النار يسخن علشان احط السمك بتاعي. عايزه اقولك الطريقه دي بتخلي السمك كريسبي وجميل جدا جدا. هتطلعي بقى السمك اهو، هتحطي عليه الكفر بقى، اخر كفر خالص اللي هو الدقيق. هتقلبيه فيه كده وتنفضيه، تنفضي السمكية وتحطيها في الزيت تتقلي على طول. انا هنا خلاص بقى بعد ما خلصت الكمية عندي كلها، مسخنه زيت بقى عندي اهو على النار، في طاسه على النار. هنزل بقى بالسمك كده. ما تكتريش يعني عشان السمك ياخد راحته كده. لو طاستك كبيره كتري. انا عندي هنا طاسه كانت صغيره، فكنت بحط 3 ب3. هنا خلاص كنت حمرت السمك اهو. طلعيه على ورق عندك او ورق مناديل. وبعد كده الخليط اللي احنا عملناه في اول الفيديو اهو، كنت انا راكنه شويه كده، بتحطيه على السمك بعد ما يتقلي. وتحطي ليمون بقى. وطبعا قدمناه مع رز صياديه، وانا قلت لكم الطريقه بتاعته نزلتها. وكمان عملت بقى معاه كده طاجن جمبري بصوص الاحمر، وبرده نزلت الطريقه بتاعته في الفيديوهات تحت. ان شاء الله كده الفيديو بتاعنا يكون انتهى. واستنوا ان شاء الله الوصفه الجايه على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.